السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا ومغذية جدا، بتساعد على التركيز وعلى الضعف وعلى الأنيميا. بجد مقوي جدا لأطفالنا ولينا كمان، مغذي جدا جدا، بجد جميل جدا. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا. عندنا ايه النهارده؟ انا عندي تمر طري هخليه طبعا من النوى، وعندي سوداني محمص، وعندي قالب شوكولاتة سما. تمام. انا التمر خلياه من النوى بتاعه زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. بفتح جنب كده في التمر واطلع النوى اللي فيه واسيبه واقفله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده معايا. عندي واحدة هوريها لكم عاملة ازاي، هفتحها معاكم عشان اوريكم بفتحها ازاي وبطلع النوى ازاي. شايفين بالشكل ده، افتح فتحة صغيرة كده في الجنب واطلع النوى بتاعتها، تبقى كده جاهزة عندي لحشوة السوداني. ممكن نحشي اي نوع مكسرات احنا عايزينه، بندق، لوز، عين جمل، كاجو، اي نوع انتوا عايزينه. السوداني جميل وسعره على قد ايدينا ومغذي جدا وجميل. تمام. قلب الشوكولاتة ده هستخدمه، هعمله هدوبه على حمام مائي وهزين بيه في الاخر بعد ما احشي التمر بالسوداني. هنقول بسم الله ونصلي ونسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عندنا السوداني زي ما احنا شايفينه كده، يكون محمص، ما يكونش مملح، يكون عادي بتاع الحلويات، واحشي بيه كده التمرايه بالشكل ده. بس كده هعمل كل بقى التمر وبقيه التمر هحشيه كده، وهشوف عندي يبقى عامل ازاي، واشوف هعمل فيه ايه يا ترى بعد كده. بحط السوداني بالشكل اللي احنا شايفينه كده، ولو مثلا التمرايه كبيره تاخد ممكن 2 احط 2. خلاص انا كده خلصت التمر كله، خلصت الكميه حشيتها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده معايا. دي اخدت مني 2 مش واحدة لانها واسعة من جوه، فحطيت فيها 2. لما بتبقى صغيرة ممكن تاخد واحدة بس. تمام. خلصت كده بالشكل ده. هاخد بقى الشوكولاتة عندي هدوبها على حمام مائي، وهنشوف تبقى عاملة معايا ازاي، وهشوف هعمل فيها ايه بعد ما ادوبها. يلا بينا. هنا دوبت الشوكولاتة بتاعتي بقت بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. عندي ورقة زبدة، هحط التمر في الشوكولاتة بتاعتي، وعندي شوكة اصفي بيها الشوكولاتة الزيادة اللي عندي، احطها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده، واخفض كده عشان انزل الزيادة اللي معايا في الشوكولاتة، وهتطلع عندي بالشكل ده كده اللي حضراتكم شايفينه. جميلة جدا. واحطها على ورق الزبدة لحد ما تتماسك او الشوكولاتة بتاعتي تجمد عليه التمر. احط الكمية بتاعتي واخلصها بالشكل ده كده، وافضل اكرر الحاجة دي لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. تمام. احطها واخبط كده بالشوكة لحد ما انزل كمية الشوكولاتة الزيادة اللي عندي. تمام كده. وانزلها على ورقة الزبدة، تبقى كده جاهزة معايا. وهكذا لحد ما اخلص بقية الكمية. عايزة اقول لكم ان الوصفة دي جميلة جدا ومغذية جدا بجد. احنا عارفين فوائد التمر قد ايه، والسوداني جميل جدا، والشوكولاتة طبعا. فوصفة جميلة قوي، ممكن نحطها في اللانش بوكس مع ولادنا في المدرسة للفطار. جميلة جدا. كده احنا خلصنا الكمية بتاعتنا. هنسيبها لحد بقى ما تنشف او الشوكولاتة بتاعتي تمسك نفسها، ونشوفها هتبقى عاملة ازاي. تمام. كده احنا خلصنا الكمية كلها دي اللي عندي. هنحطها في قلب التلاجة ونحفظها جوه التلاجة، ونخرجها لما مثلا نكون محتاجاها. عندي بالشكل ده. جميلة قوي بجد. شايفين عاملة ازاي؟ حكاية بجد، وطعمها مش قادرة اقول لكم بجد جميل جدا. شايفين انا اسملكم واحدة عشان تشوفوها من جوه عاملة ازاي. شايفين بعد ما الشوكولاتة مسكت نفسها بقت معانا عاملة ازاي؟ جميلة قوي بجد. احسن من اي حاجة تانية، احسن من البسكوت اللي بيشتروه، احسن من الشيبسيهات، الحاجات اللي هي الجاهزة دي. بجد جميلة جدا ومغذية. جميلة قوي بجد، وهتعجب ولادنا، حاجة جديدة. شايفين؟ بصوا انا قسمها عندي عشان اوريكم السوداني عامل ازاي. لما قسمناه ماسكة نفسها جدا، والتمرية ماسكة نفسها. شايفين عاملة ازاي؟ بجد جميلة، وطعمها هتجربوها بجد وهتشوفوها بجد طعمها جميل جدا، وهتعجب الولاد، وحاجة جديدة بما ان هما بيحبوا الشوكولاتات والحاجات دي فهيحبوها. وبتمنى تجربوها كده، وبتمنى الوصفة تعجبكم.
وبتمنى يا رب ان احنا كلنا ندعي لاخواننا في فلسطين ان ربنا ينصرهم يا رب ويأيدهم بالحق ويخلصهم من اللي هم فيه يا رب وينصر الاسلام ويعز المسلمين يا رب. بجد ندعي لهم كلنا يا جماعة، ربنا يا رب هم ما لهمش غير ان احنا ندعي لهم وندعمهم في اللي هم فيه. بجد ربنا يصبرهم ويرحم شهدائهم يا رب وولادهم واطفالهم وينصرهم يا رب ويأيدهم بالحق. اقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، وبتمنى الوصفة دي تعجبكم. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد من وصفاتي. وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.